بونجور لي زامي، مرحبا بكم فيديو جديد لدقيقة للتكوين المهني. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم معلومات على امتحان القبول باش تاخدوا فكرة عليه، حيت جاو بزاف ديال لي كيسيون بخصوص هذا الموضوع هذا. شحال من واحد كيسول على امتحان القبول. فراه امتحان القبول كيكون لصحاب اللي هيدفعوا للتقني والتأهيل والتخصص، اما بالنسبة اللي هيدفع للتقني متخصص فراه كيكون الانتقاء على حساب النقطة. فامتحان القبول كتكون فيه ساعة وكيكون مقسم لجوج ديال الأجزاء، كيعطيوكم 5 ديال الوراق فيهم 40 دقيقة، وكيعطيوكم من بعد كيعطيوكم جوج وراق كيكون فيهم 20 دقيقة، وكيكون على شكل QCM. بالنسبة لعدد الأسئلة فراه كيكون عندكم في الجزء الأول ديال الامتحان 60 سؤال، والجزء الأخير 40 سؤال. بالنسبة لأنواع الأسئلة اللي كتكون في هذا الامتحان فراه عندكم أسئلة بسيكوتكنيك وأسئلة جيومتريك كيكونوا فيها أشكال هندسية، وكيستيون سيونتيفيك كيكونوا فيها الحساب والماتيماتيك، وكيستيون تاع لا لونغ فرونسيز أسئلة في اللغة الفرنسية. وهذا واحد المثال اللي غادي نجاوبوا عليه. المهم في السؤال الأول عندنا 12 24 وعلامة استفهام 48 60. هذيك علامة الاستفهام خاصنا نعرفوا الرقم اللي غادي يتبع 24. فإلا ركزتي فراه غادي تلقى 12 زائد 12 غتعطينا 24، و24 إلا زدتي ليها 12 غادي تعطينا 36. فإذا الجواب الصحيح هو أ. دابا ندوزو للكيستيون رقم جوج. عندنا إكس ناقص 4 كتساوي 9، يعني إكس شحال غادي تساوي؟ هنايا غادي نرجعو ناقص 4 للطرف الآخر غادي تولي زائد 4، يعني 9 زائد 4 غادي تعطينا 13، يعني الجواب الصحيح هو سي. هنا عندنا في السؤال 3 ساعة و20 دقيقة شحال فيها من دقيقة؟ كتعرفوا ساعة فيها 60 دقيقة، يعني 60 دقيقة زائد 20 هي 80 دقيقة، يعني الجواب الصحيح هو بي. بصراحة كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان امتحان القبول ونكون شرحتو ليكم مزيان. المهم إلا عجبك لا فيديو دير جيم وخلي شي كومونتير، ومع السلامة.